الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مطبخ اكلة سما من اكل كله بيتي وسهل ولذيذ. والنهارده باذن الله هنعمل مع بعض كفتة بالبطاطس. هنعمل كفتة بالبطاطس بطريقة سهلة وبسيطة والطعم حكاية. يلا نبدأ بمكوناتنا وبطريقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا نص كيلو لحمة مفرومة، وعليهم كمان معلقتين كبار رز مطحون ناعم جدا بالشكل ده كده، مطحونين جامد. بعد ما غسلتهم ونشفتهم طحنتهم في الكب عندي بالطريقة دي. عندي كمان بصلاية مفرومة ناعم، 5 فصوص توم مفرومين. وعندي البهارات، معلقة صغيرة فلفل اسمر، معلقة صغيرة بهارات لحمة، معلقة صغيرة كمون، معلقة كبيرة ملح. وعندي حزمة صغيرة كزبرة على شبت. عندنا كمان نص كيلو بطاطس مقطعتها مربعات بالطريقة ديت. وعندنا رتل طماطم مفرومة ومتصفية كويس. يلا نبدأ بطريقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة هبدأ ان انا اعملها وهي الكفتة. هنبدأ ان احنا نعمل الكفتة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت طبق فاضي وهنزل باللحمة المفرومة. بسم الله، ربنا يحسن بين ايدينا يا رب. وهنزل بالبصل، بالطريقة ديت. وكمان الثوم ودقيق الرز والبهارات بتاعتنا والخضرة بالشكل ده. وبعدين هقلبهم بقى مع بعض كلهم كويس، هدمجهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. كرات اللحمة مع البطاطس في الصلصة طعمها بتبقى جميل جدا يا حبايبي، وبتبقى كده يعني تديكي طعم مع البطاطس ونكهة جميلة جدا. هعجنهم كويس مع بعض لحد ما القوام عندي يبقى كل حاجة مع بعضها، واللحمة والخضار عندي والبهارات تدخل كلها في بعضها وتتشمع عندي كويس. بعد ما خلطت اللحمة بتاعتنا بالمكونات بتاعتها كده، شايفين بتبقى بالطريقة ديت كده، بتطلع عندي نسيج بالشكل ده كده. بقت تمام عندي. دي احسن حاجة للي ما عندوش مفرمة او ما عندوش كبة. حلوة خالص، تعمليها على ايدك كويس وتخلطي كل حاجة. هسيبها بقى في التلاجة ترتاح لمدة 10 دقايق لحد ما نعمل البطاطس. نيجي بقى للبطاطس بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا بحب ان انا اعملها ني في ني. هجيب حلة عندي، هنزل بالثومة، معلقة صغيرة تومة على بصلة صغيرة مفرومة. وهنزل بالبطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبهارات بتاعتنا عندنا نص معلقة صغيرة فلفل اسمر، معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة سكر علشان الحموضة. وكمان هنزل عندي بعصير الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. عندنا يبقى الاكل بتاعي بعمله صحي مش متسبك، ما تحسيش فيه باي حموضه ولا اي تعب. وكمان عندنا 5 معالق زيت بالشكل ده. هقلب كل المكونات مع بعض بالطريقه ديت. هسيبها على درجه حراره عاليه لحد ما تغلي، وبعد كده ههدي عليها النار. هنيجي بقى للكفته بتاعتنا حبايبي. بعد ما سبتها ربع ساعه في التلاجة تتشمع بالطريقه ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي معلقه زيت، هبل ايدي زيت بالشكل ده كده، وهبدا ان انا اكور الكفته بتاعتنا لكور. بسم الله الرحمن الرحيم. نلفها كده كوره بالطريقه دي بالشكل ده كده، واحطها في الطبق عندنا. هاخد عندي اللحمه بتاعتنا هكورها
لكور متساوية، لفها كويس بالطريقة دي. هنعمل كل الكفتة بتاعتنا بنفس الشكل. ما شاء الله الريحة جميلة جدا، بهارات الكفتة مع البصل تحفة جدا. جربوها هتعجبكم جدا الوصفة دي، وصفة سهلة وسريعة مش هتاخد منك وقت خالص. وبكده نكون خلصنا كرات اللحمة بالطريقة ديت. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله تحفة جدا. هحطها في التلاجة لمدة 10 دقايق ترتاح لحد ما نشوف البطاطس بتاعتنا في الصلصة، وكمان نعمل رز بشعرية. يا حبايبي نشوف البطاطس بتاعتنا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اتسبكت اهيت وبدأت ان هي خلاص استوت. هزودها كوباية مية مغلية او نص كوباية بالطريقة ديت، واسيبها تكمل سواها على نار هادية، ونيجي عشان بقى نحمر كرات اللحمة بتاعتنا. نقطع عليها ونيجي عشان نحمر اللحمة. عندي طاسة على النار حطيتها تسخن، وحطيت كمان فيها زيت علشان نحمر الكفتة بتاعتنا. بعد ما الزيت سخن عندي هنزل بقى بكرات الكفتة بتاعتنا بعد ما سبتها ارتاحت في التلاجة 10 دقايق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل كده بسم الله. بعد ما سقطتها كلها كده في الزيت عشان تتحمر هسيبها لحد ما تاخد لون ذهبي، وبعد كده هقلبها على الوش التاني. وفي نفس الوقت عندي على العين التانية بحمر الشعرية عشان اعمل رز بشعرية. ممكن ان انت تعمليه ابيض عادي، بس هو رز بشعرية بيكون جنبها حلو قوي. حمر الشعرية وبعد كده هنزل بالرز. هقلب الكفتة بتاعتنا على الوش التاني بالطريقة ديت عشان كلها تبقى اتحمرت كلها واحدة واحدة كده بالراحة. ما شاء الله على الريحة جميلة جدا، ريحتها حلوة قوي بالشكل ده. واسيبها تاخد وش كمان، ما غمقهاش في التحمير، اخليها يا دوبك كده مديها لون ذهبي، ما تبقاش غامقه قوي. هطلع بقى الكفته بتاعتنا بعد ما اتحمرت في طبق. بسم الله الرحمن الرحيم بالطريقه ديت. بعد ما طلعنا الكفته بتاعتنا من الزيت ريحتها جميله جدا وطعمها حكايه، تتاكل كده كمان. هننزل هنزلها في البطاطس بالصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. ونقلبها كويس مع البطاطس. هسيبها تستوي مع البطاطس ربع ساعة. انا حطيت كمان ملح، حطيت معلقة ونص كبيرة ملح على البطاطس، فكده مش هزود ملح تاني. هسيبهم يغلوا مع بعض لمدة ربع ساعة، وبكده تكون كرات الكفتة بالبطاطس في الصلصة خلصت. وده يا حبايبي ما شاء الله كرات اللحمة بالبطاطس طعمها جميل جدا. شايفين؟ مستوية والريحة تجنن. أكلة جميلة جدا بصراحة، أنا بسميها أكلة المستعجلين، سريعة ما بتاخدش أي وقت خالص. كل حاجة مستوية وسريعة وجميلة جدا، مع شوية رز بشعرية أو رز أبيض هتلاقي معاكي كل حاجة بسرعة كده، والطعم حكاية. جربيها من مطبخ أكلة سما. لو لسه مشتركتش في القناة وأول مرة تشوفوني ياريت تعملوا اشتراك ولايك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل إشعاراتي أول بأول. كنتم في مطبخ أكلة سما، من أكل كله بيتي وسهل ولذيذ وعلى قد الإيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.